السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى صينية مسقعة بطريقة سهلة صحية وخفيفة ومش مكلفة في الزيت. يلا بينا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. أول حاجة أنا جبت الباذنجان بتاعي بقشره حتة وحتة لأ زي ما انتوا شايفين كده، وبقطعه بالطول. التقطيعة دي بتخلي الباذنجان ما يشربش معاك زيت خالص. بقطعه بالشكل ده كده وبعمله صوابع، بس ايه صوابع صغيرة شوية يعني مش كبيرة. بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. ما بخليهاش برضو ايه يعني الصبع تخين، لا بيبقى حلو كده. مش كبير قوي، وسمكه برضو ايه مش تخين قوي. معقولة كده، معقول كده بيبقى حلو يعني. مقطعه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. قطعته كله بقى بنفس الطريقة. خلصته بقى تقطيع، حطيته في مصفى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، ورشيت عليه معلقة كبيرة من الملح. هو ده معايا كيلو بدنجان، وبسيبه بقى منقوع شوية كده ايه في الملح، لان بينزل ميته وبرضه ايه ما بيشربش زيت معاكي. معايا برضه حوالي نص كيلو بطاطس، برضه قشرتها وقطعتها صوابع زي ما انتوا شايفين كده. برضه الصوابع معايا مش تخينة قوي، يعني سمكها معقول، حوالي نص سنتي زي ما انتوا شايفين كده اهو. ما بخليهاش كبيرة. بقطع البطاطساية بالعرض زي ما انتوا شايفين كده عشان الصبع ما يبقاش كبير قوي، ما بقطعهاش بالطول. بقطعها بقى كلها، وبرضو بعد ما بقطعها بحطها في شوية مية بملح. بسيب بقى الباذنجان والبطاطس يعني ايه يشربوا كده من الملح، حوالي 10 دقايق ربع ساعة، مش كتير يعني. اه حطيتهم في طبق، حطيت عليهم مية بملح زي ما قلت لكم كده. الفلفل برضو، ومعايا هنا برضو فلفل بارد، ومعايا فلفل حار. والفلفل الحار ده اختياري، لو مش عايزة تحطيه ما تحطوش، بس بصراحة هو بيخلي طعم المسقعة حلو قوي. قطعت برضو، خرجت البذر من الفلفل وقطعته شرايح برضو بالطول زي ما انتوا شايفين كده اهو. كل الخضار بتاعي انا مقطعاه شرايح طويلة بالشكل ده كده. التقطيعة دي بتبقى حلوة يعني في صينية المسقعة. وبرضو قطعها بالطريقة اللي تريحك، بس انا بعمل كل حاجة ايه شرايح زي ما انتوا شايفين طويلة كده. وادي الفلفل الحامي اهو، انا معايا برضو حوالي يعني الفلفل كله معايا حوالي ربع كيلو من الفلفل. الفلفل ده كان حجمه صغير، فانا ما قطعتوش ولا حاجه، دوبك بس شلت البذره منه. وعشان خاطر ايه، وما فتحتوش ولا اي حاجه، عشان خاطر المسقعه ما تبقاش حراقه معايا قوي. معايا هنا بقى دي ايه تتبيله بقى هعملها للخضار بتاعي. معلقه من البابريكا، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره الناشفه. وهحط عليهم 4 معالق من الزيت. يعني الصينيه اللي انتوا شايفينها دي كلها يا دوبك بس هنعملها ب4 معالق من الزيت. مش هضيف لها ملح ولا اي حاجه، لان الخضار بتاعي مملح فيه ملح. قلبتهم بقى بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. وهنزل بقى عليهم ايه بالخضار بتاعي، اوزعهم على الخضار كله بالشكل ده كده، وهقلبهم في الخضار. قلبت الخضار كله كويس عشان خاطر ايه يشرب من التتبيله اللي انا حطيتها له دي. زي ما انتوا شايفين كده اهو.
التتبيلة نسيت، المفروض كنت احط فيها معلقة توم مفروم، بس نسيت احطها في التتبيلة فحطيتها على الخضار ووزعتها قلبتها بالشكل ده كده اهو. هجيب بقى صينية وهحط فيها ورقة فويل، او لو عندك كيس حراري تقدر تحط الخضار ده كله في كيس حراري، هيبقى اسهل لك. ما عندكيش زي كده خلاص يبقى صينية، اي صينية عندك وحط فيها ورقة من الفويل زي ما انتوا شايفين كده اهو، وكبت فيها الخضار كله. وزعته بقى في الصينية كويس عشان ايه يستوي حلو بالشكل ده كده اهو. وهقفل الصينية برضو من فوق، اهم شيء قفل الصينية كويس عشان خاطر تستوي ما تاخدش معاكي وقت. قفلتها من فوق برضو زي ما انتوا شايفين كده اهو. لازم اقفلها كويس عشان خاطر تستوي معايا بسرعة زي ما قلت لكم كده، ما تطولش معايا. ودخلتها الفرن على الشبكة، هي قعدت معايا حوالي يجي نص ساعة. هعمل بقى الصلصة بتاعت المسقعة. حطيت هنا معلقتين اتنين بس من الزيت، وحطيت فيهم معلقة كبيرة من التوم المهروس. قلبتهم بقى بالشكل ده كده، والزيت ما بستناش عليه لما يسخن، بحط فيه التومة وهو لسه بارد عشان خاطر عقبال ما يسخن يكون ايه ريحة التوم طلعت كده كلها وبقت حلوة، ما ياخدش لون معايا بسرعة. خد معايا بقى لون، ضفت له بقى ايه معلقتين كبار من الخل او 3 معالق. طشته بقى بالخل. وبحب احط للمسقعة واحدة طماطم كده او اتنين، بحطهم ايه مكعبات كده. والباقي بقى صلصة عادية ضربها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. حتى الصلصة دي قد ايه، حطيت حوالي نص كيلو من الطماطم، غير الوحدتين اللي انا كنت مقطعاهم مكعبات. احط بقى معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة من السكر، وواحدة مكعب شوربة. قلبتهم بقى فيها، وهسيبهم بقى ايه على النار تتسبك. حطيت لها معلقة من الكمون، ومعلقة برضو من الكزبرة الناشفة، على رشة فلفل اسمر بس بسيطة مش كتير يعني. هنا اتسبكت بقى، بعد ما اتسبكت معايا حطيت لها ايه كوباية من المية عشان خاطر الخضار يشرب من الصلصة بتاعت ايه كويس. بعد ما اتسبكت بقى بالشكل ده كده وضفت كوباية المية، والخضار بتاعي استوى في الفرن زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله شكله جميل ازاي، ولا ريحته حلوة قوي يعني، يتاكل كده من غير الصلصة من غير اي حاجة. شايفين بسم الله ما شاء الله. الخضار بتاعي اتشوى في الفرن ب4 معالق زيت بس. شايفين الورقة كمان متحرقتش ازاي، وهو ما لزقش ولا اي حاجة، لان انا كنت حاطاه على الشبكة من فوق. ضفت بقى الخضار في الصينية، وكبت عليه الصلصة زي ما انتوا شايفين كده اهو. هدخلها بقى الفرن كمان مرة يدوبك بس ايه اللي هي الخضار يشرب من الصلصة شوية، وتاخد وش بسيط كده من على وشها عشان تبقى حلوة. وادي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، جربوها هتعجبكم، او طعمها جميل وخفيفة وصحية زي ما قلت.